انت رسام مبتدئ وبقالك فترة طويلة في مرحلة المبتدئ دي، ما بتعرفش ترسم الايد عشان مبتدئ، وتعبت من نصايح رسم الايد اللي مش جايبة همها. يقولولك استخدم ايدك كريفرنس، بس ازاي وانت مقضيها اندومي وفرايد تشيكن وايدك بقت قد البطاطسايه؟ وتوتوريال اللي ترمي لك واحدة ارسم بالطريقة اللي تناسبك في نص الفيديو. مع حضرتك انا لو قادر احدد طريقة تناسبني ما كنتش قاعد بتفرج دلوقتي. فبعد طول انتظار قررت اني ارجع لكم بفيديو توتو جديد في القناة، واللي هنتكلم فيه عن تاني بعبع في عالم الرسم بعد العين التانية، وهو رسم الإيد. فأهلا بيكم في فيديو توتو رقم 2، الفيديو اللي مش هشرح لك فيه كيف ترسم الإيد في 3 خطوات بس، أو أقدم لك معادلة لولبية مضمونة لرسم الإيد، مش المرة دي. وده ببساطة لأن العالم فيه فيديوهات وتوتوريالز وسكتشات وكورسات بفلوس ومن غير فلوس كفاية قوي عن الموضوع، لكن اللي هقدمه لك في الفيديو ده هي الزتونة، خلاصة تجربتي كمبتدئة سابقة في رسم الإيد، وغالبا لغاية دلوقتي لأن ما حدش كبير على رسم الإيد، وإيه الطرق الأبروفد للمبتدئين، وإيه الطرق اللي محتاجة تتكنسل وتتمحي من أجل إنقاذ جيل قادم من الرسامين من هذا البعبع. فيلا بينا نبدأ بأول توتوريال بتعصبني وبتنرفزني، وهي تشريح الإيد زي ما بيشرحها طلبة الطب. يعني هنجيبها من تحت، من أول العظم وانت طالع. الهدف من تشريح الإيد بالطريقة دي إنك تفهم ليه الإيد شكلها الخارجي عامل كده وبتتحرك بالطريقة دي ليه، وطريقة التشريح دي ابروف في حالة واحدة بس، انك تكون رسام واقعي. لكن انا كرسامة غير واقعية ما استفدتش حاجة من تشريح الايد بالطريقة دي، ما احتجتهاش في اي مرة رسمت فيها الايد ايا كان الستايل اللي كنت برسم بيه. يجي رسام محنك يقول لي بس دي معلومات مهمة لازم اكون عارفها. اذكر لي مرة واحدة اعتمدت فيها على طريقة التشريح دي وجابت نتيجة معاك. اذكر معرفتش تذكر يبقى تتكنسل. لما بتيجي تسرش على سكتش للايد ترسم منه، الخوارزميات بتبقى ضدك وبترزع لك السكتش العقيم ده في اوائل السيرش. انت عشان غلبان وعلى الله بتعتمد عليه كريفرنس. سامع الصوت ده؟ دي ريح الارت بلوك. كف الايد مربع، مش عارفك ان هو ده الحجم المظبوط. خطوط مكان الصوابع، انت بتعرفش ترسم خطوط اصلا. دواير لاماكن العقلات، ولا بتعرف ترسم دواير؟ لا، الابهام كلنا ما بنعرفش نرسم. فلو انت رسام مبتدئ وقابلت السكتش ده في وشك، اهرب، لانه مش بس سكتش ضعيف وقديم، احتمالات انك ترسم الايد في الوضعيه دي اصلا معدومه، الا لو بترسم بنت رافعه ايديها كده وبتغيظ صاحبتها بخاتم الخطوبه. ساعتها انت شخصيا لازم تتكنسل عشان بترسم حاجه زي كده. لو شفت فيديو المعادله اللولبيه في رسم الشعر هتعرف اني عاشقه باستخدام الهندسه في الرسم. صحيح انا ما نجحتش ان ادخل كليه هندسه، بس هندسه هي اللي خسرتني، مش عارفه ليه شخصنتها قوي كده. ولو لسه ما شفتوش يبقى لازم تروح تشوفه بعد ما تخلص الفيديو ده، بعد ما تخلص وبالمره ابقى عدي برضو على فيديو ستايل اركين اللي بقول فيه ان افضل مهاره يتعلمها الرسام المبتدئ هو انه يتعلم يرسم الاشكال 3D. الزوايا اللي في الاشكال الهندسيه بتخلي ايدك متزنه اكتر وهي بترسم، على عكس الخطوط والدوائر اللي ما فيهاش زوايا اصلا. امال احنا بنتعب في رسم الدايره ليه؟ زوايا لسه. فالمرة الجاية اللي تختار فيها سكتش تتعلم منه، ركز على الهاند ستاديز اللي بالشكل، لانها مهارة هتشكر نفسك عليها انك اتعلمتها من بدري لما تشوف تطورك في الرسم، مش بس في الايد، في اي حاجة تانية. نيجي بقى لمشكلة الريفرنس معاك. لما تختار ريفرنس عشان تنقل منه وضعية الايد، خد بالك كويس انك بتنقل وضعية الايد بس مش شكلها. مش زي مثلا لما بتيجي تجيب ريفرنس ترسم منه الوش، تحاول فيه انك تعكس كل الملامح حتى لو هترسم باسلوب او ستايل مختلف، بس اللي يشوف رسمتك يقدر يقول الرسمة دي مستوحاة من الريفرنس ده، ميشن اكومبليش. لكن الايد انت بتنقل وضعية ايد بس، تقدر تستخدمها في رسومات كتير. المشكلة انك شكل الايد بيبهوأ منك، عشان كده استخدام طريقة الاوتلاين طريقة ابروفد. ارسم اوتلاين الاول على الريفرنس، بعد كده عيده تاني جنب، هتلاقي ايدك لسه فاكرة الخطوط. هي الايد بتفتكر؟ مش في حاجة اسمها مسل ميموري كده. انت ضمنت انك لما تكمل التفاصيل مش هتخرج بره الحدود، لو خرجت اعرف انك ماشي غلط. يجي رسام مش محنك بقى المره دي، طب انا برسم ورقه وقلم، احدد الريفرنس ازاي؟ ما انا هقول لك ازاي. معاك عده تاتش؟ معايا. هتدخل الريفرنس على اي بيس بين وترسم اوتلاين للايد، حتى لو مش هيبقى دقيق قوي. هتلاقي برضو ان ايدك لسه فاكره الخطوط اللي رسمتها وتقدر تعيدها تاني على الورق. بس الله يخليك لما تيجي تطبق الطريقه دي بلاش خطوط نكش الفراخ. يعني ما تجيش في الريفرنس ترسم خطوط واضحه وسريعه وواثقه كده وتيجي وانت بتعيدها تعمل كده. خدها كوبي بيست. بهزر. انت بتبقى فاكر انك لما بترسم الخط وانت منتبه قوي كده وعلى مهلك وتقعد تشد فيه واحده واحده انه يطلع مظبوط. هتقولي ما انا عايزه تطلع حلوه. طب تعالى اعمل لك اختبار في 3 ثواني. لو قلت لك ارسم مربع، هترسمه كده ولا كده؟
هترسمه كده صح؟ مبروك، انت رسمت كف الايد. فيا ريت تشيل الخوف اللي جواك وتكنسل خطوط نكش الفراخ دي وتعتمد الطريقه الابروف. نخش بقى على الصوابع. مشكله الصوابع انها غداره كل شويه بحال. اكتر مشكلتين بيواجههم المبتدئ وهو بيرسم الصوابع ان شكلها وطولها وحجمها ما بيطلعش زي الريفرنس، وان المسافات بين الصوابع برضو بتكبر منه قوي، تلاقيها بقت قد ايد مازنجر كده. انا برضو الموضوع ده كان بيجنني. فتعالى اقول لك بقى ازاي تحل المشكلتين دول في ضربه واحده، بس هتحتاج منك شويه نباهه. هنلاقي ولا فاضيه جوه؟ لو هناخد الريفرنس ده كمثال وقلت لك ارسم الايد دي، غالبا هتبدا ترسم كل صباع لوحده كانه شخصيه مستقله بذاتها، ودي طريقه محتاجه تتكنسل. بدل بقى ما تفكر في كل صباع لوحده وهشوف هترسمه ازاي، لم الصباعين اللي في النص دول جنب بعض كأنهم وحدة واحدة وارسمهم مع بعض. الخطوة دي بتوفر عليك وقت ومجهود لأنك مش هتحتاج تفضل تقرر مكان وشكل كل صباع لوحده. بمجرد ما هتجمعهم هتحس إن الرسمة بقى شكلها كلين أكتر وخطواتك بقت أقل. أنت حتى ممكن تعمل كده في 3 صوابع بس مش أكتر من كده عشان ما تبقاش تثبت في الحاجة. عشان تحل بقى مشكلة المسافات اللي بتبهوأ منك، حدد النيجاتيف سبيس. الا ايه هي النيجاتيف سبيس؟ الفراغ اللي هي الشاشاش. النيجاتيف سبيس هي اماكن الفراغ بره الرسمه بتاعتك. في الحاله دي هي المسافات اللي ما بين الصوابع. هتلاحظ انها بتعمل اشكال هندسيه برضو. انقل نفس الاشكال دي في السكتش بتاعك وهتتفاجئ قد ايه المسافات هتطلع مظبوطه ولوز اللوز. ونفس الفكره تنفع برضو للناس اللي بترسم ورق. حدد المسافات على تطبيق اي بي سبين واعمل شكل بسيط بيها وعيد نفس الاشكال دي تاني في الرسم. الطريقتين دول ابروفد برقبتي. من الطرق بقى اللي اثبتت فشلها معايا حرفيا هي استخدم ايدك كريفرنس. الايد اللي تنفع ريفرنس ليها مواصفات: صوابع طويله رفيعه، ظهر الايد فيه تفاصيل وعروق بارزه. انت عندك عروق بارزه؟ مش ممكن. امال الفرايد تشيكن والاندومي دول بيروحوا فين؟ يعني من الاخر كنسل الطريقه دي. هتقولي ما انا بعمل كده عشان انا مش لاقي وضعيه الايد اللي انا عايزها فبعملها بايدي. طب والاي اي اثر معانا في حاجه؟ اكتب له بالظبط الوضعيه اللي في بالك وهو هيصممها لك بدل ما تقعد تدور على بنترست ولا جوجل. على الاقل ده ساعتها هيكون استخدام ابروفد ليه بدل ما تفضل ترسم على ايدك اللي مش نافعه اصلا كريفرنس. بص، ولا كأني قلت حاجة. تعالوا نسيبنا من الإيد شوية ونتكلم في أكتر جزء underrated في رسم الإيد: المعصم. من ضمن التحديات اللي كانت بتواجهني وأنا برسم خصوصا في بداياتي الورقية هو إني حتى لو كنت رسمت الإيد كويس إني كنت بلاقي إن اتجاه الإيد حسب الوضعية اللي رسمتها مش ماشي مع اتجاه المعصم والدراع، فساعتها شكلها بيكون غير منطقي. في الحقيقة إن المعصم هو الحلقة اللي بتربط ما بين الإيد والدراع، وللأسف الرسام المبتدئ مش بيهتم انه يتعلمه وسط ما هو بيتعلم رسم الايد. لكن الحقيقه ان المعصم بيأثر على توازن وشكل الشخصيه العامه. صحيح هو تفصيله صغيره بس مجرمه. وبكده نبقى خلصنا فيديو التوتو بتاعنا. عملت لكم فيديو طويل اهو. زي ما قلت لكم الفيديو ده مش توتوريال، انا حبيت اشارك معاكم الطرق اللي فعلا حسيت ان هي ممكن تفيد اي رسام مبتدئ، وايه الطرق اللي بجد انا ما شفتش منها اي تأثير او تطور على المدى القريب او البعيد. هستنى اعرف رايكم في الكومنتات، وايه الطرق اللي انتوا فعلا شايفين انها بتجيب نتيجه معاكم، وايه الطرق اللي ممكن تكونوا مش متفقين معايا انها محتاجه تتكنسل. وهستناكم برضو تقولوا لي افكار لفيديوهات توتو جاي. اشوفكم الفيديو جاي.